كلاينت بتيجي بتقول لي انا عايزه اظبط جسمي كيرفي وعايزه اشيل حديد، بس انا خايفه من ان انا يبقى عندي عضلات شبه الولاد. طبعا ظهور البيج ياسمين خلى السؤال ده بيطرح اكتر من مره، والبنات خايفه جدا ان جسمها يعضل ويبقى شبه الولاد. طيب انا هشرح لكم هفسر لكم الفرق اصلا ما بين تكوين الراجل وما بين تكوين الست او الذكر والانثى. الفرق ما بين الراجل والست انا هبسطها لكم في 3 حاجات. اول حاجه العضلات، تاني حاجه الدهون، تالت حاجه وهي الهرمونات. طيب رقم 1 والعضلات. طبعا ربنا خلقنا كلنا سواء كان راجل او ست عندنا عضلات، والعضلات دي ليه؟ العضلات دي عشان جسمنا يتحرك ويبقى فيه نشاط. العضلات دي بتبقى موجودة في الراجل بنسبة أكبر من الست، بتبقى موجودة في الراجل بنسبة 44%، لكن في الست بنسبة